يدعوان لك لا عليك. إن خرجت من رمضان وقد تركت المحرمات والإسراف والتبذير والغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس وانشغالك بما لا يعنيك، فاعلم أنها من علامات القبول. اللهم ارزقنا القبول، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول في سائر العمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، حسبه محمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي في الله، إن طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما بعد رحمة الله عز وجل من أعظم أسباب دخول الجنة، ومن أعظم أسباب الفوز في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل قد نكر في كتابه الفوز، جعله نكرة ليدل على دخول جميع أنواع الفوز فيه: فوز في الدنيا، فوز في القبر، فوز في الآخرة، فوز في الدراسة، فوز في الزواج، فوز في العمل، فوز في كل ناحية من النواحي الدنيوية والأخروية. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ما نوع الفوز يا رب؟ في اليانصيب أفوز ب20 أورو، بمسابقة ب2000 أورو، بوظيفة في الدنيا، بزوجة، فقد فاز فوزا عظيما سماه الله الفوز العظيم. تريد أن تفوز فوزا وصفه الله بالعظيم؟ من الذي وصفه بالعظيم؟ أهو مدير جامعة عميد في كلية يقول لقد نجح نجاحا عظيما؟ أم شهادة جار لك أو قريب لك لقد وجد وظيفة عظيمة؟ كل هؤلاء قاصرون في نظرهم وفي عقلهم وفي علمهم، لكن الخالق العظيم هو الذي يصف فوزك إن أطعته بأنه فوز عظيم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله؟ إذا قال الله لك فزت فقد فزت، وإن قال فوزا عظيما فهو الفوز العظيم حقا، ودونه كل فوز ولا قيمة له. فقد فاز فوزا عظيما. كلكم أو كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الطاعة الطاعة، الطاعة الطاعة، الطاعة الطاعة، فإنها محك الإيمان،
فإنها الاختبار والامتحان في كل شيء. كم مرة أو كم من المرات سمعت عن أمر أمرك الله به أو نهي نهاك الله عنه، وكيف كان تأثير ذلك عليك؟ كيف كانت ردة فعلك على أمر الله؟ سل نفسك. صحابي جليل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، والصحابي خارج المسجد في المدينة التي رمضاؤها لا تطاق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأوائها، من صبر على حرها في الصيف وبردها في الشتاء، من صبر على لأوائها فقد دعوت الله له أن يدخله الجنة، أو فقد كنت شفيعه يوم القيامة. قال: اجلس. يخاطب رجلا في المسجد، والصحابي الآخر خارج المسجد بعيد، الأرض رمل حارد. فجلس الصحابي، جلس. الشمس في الحر حتى كاد يموت من عرقه والحر. فلما انتهى ودخل المسجد قال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، قلت اجلس فلا أدري أنا المقصود أم غيري. لو كنت مقصودا ولم أجلس عصيتك، وإن لم أكن مقصودا فلم أخسر شيئا. كذلك تكون الطاعة. كذلك مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طاعتكم لله وللرسول هي حياة قلوبكم، حياة دنياكم وحياة أخراكم، نوركم الذي تمشون به، الفضل والبركة التي أنزلها الله عليكم. فمن استجاب وأسرع في الطاعة فليبشر، أبشر. سيقال لك عندما يقال لأولئك في القبر الذين عصوا الله وعصوا الرسول، الذين عصوا الله وعصوا رسول الله، سيقال لهم بعد أن يضربوا بمرزبة لو ضرب بها جبل لأحالته ترابا: فما علمناك إلا بطيئا في طاعة الله، سريعا في معصية الله. وأما الآخر الذي يفتح له باب إلى الجنة ويرى مكانه من الجنة، ويفتح له باب إلى النار ويقال له: هذا كان مكانك لو كنت عصيت الله، ويأتيه من بردها ونعيمها وروحها وريحانها، فيقال له: ما علمناك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. فلا وربك لا يؤمنون. إنه الامتحان، إنه الاختبار، إنه المحك، إنه الميزان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلموا تسليما. أحبابي، راجعوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، اسألوا عن كل عمل تفعلونه، عن كل عمل، عن كل صغيرة وكبيرة، أهذا يحبه الله ويرضاه؟ أهذا طاعة لله؟ واسألوا عن كل عمل تعملونه، هل هذا العمل